رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قبل أن نقرأ الحديث السادس، الحديث الخامس لابد أن يحفظ الجميع، يحفظه. تحفظ الرواية الأولى فقط متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. تكفي هذه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. فهذا يحفظ إن شاء الله، الجميع يحفظه. قال عن أبي هريرة، الحديث السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل، أي لمسلم، وله لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولق الكلب في الإناء فاغسلوه 7، وعفروه 8 بالتراب. هذا الحديث متعلق بولوغ الكلب، لعاب الكلب. إذا جاء الكلب وأكل من الإناء أو شرب من الإناء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء 7 مرات، بغسل الإناء، أن يغسل الإناء 7 مرات. وجاءت ألفاظ الحديث 7 مرات أولاهن بالتراب، في رواية أولاهن أو أخراهن تراب، وفي رواية 7 مرات السابعة بالتراب، وفي رواية 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. قال الحافظ: ورواية أولاهن أرجح. حافظ ابن حجر رحمه الله قال: ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية، أي أن أكثر الروايات جاءت أولاهن بالتراب، فاغسلوه 7 أولاهن بالتراب. قال: والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا، لأن ترتيب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى، والله أعلم. نعم، لأن في المعنى إذا كان الثامن بالتراب، يعفر بالتراب، فيحتاج الإناء إلى أن يغسل بالماء بعد التراب، صح، حتى يكون نظيفا، فتكون 9 غسلات. إذن الأظهر والأقرب أن الغسل بالتراب يكون في الأولى. فلعاب الكلب هل هو نجس؟ لعاب الكلب هل هو نجس؟ فيقال نعم، سؤر الكلب، لعاب الكلب نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أمر بغسل الإناء 7 مرات، وهذا دليل على أنها نجاسة مغلظة. طهور إناء أحدكم، جاء في لفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ الكلب فيه، طهور، يدل على أنه نجس، أن الطهارة تستعمل إما عن حدث وإما خبث. ولا حدث على الإناء، هل يحدث؟ هل عنده ناقض من ضرات أو فساد؟ لا، إنما فيه خبث، أي نجاسة، إنما فيه الخبث، فدل على أن لعاب الكلب نجس، على أن لعاب الكلب نجس لهذا الحديث. هل بقية أجزاء الكلب نجسة؟ لا، إلا ما ذكر جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إلا البول، فإن قيل فإن البول أعظم من الريق، وكذلك روث الكلب، غائط الكلب، هذا على قول. وأما
ترجيح شيخنا عبد الرحمن رحمه الله تعالى، فيقول يعني أن يعني بول الكلب وروثه ليس بنجس، ويستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، أي يأتون بالماء يغسلون مكان ما كانت تبول فيه الكلاب. قال: فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، أي بالماء، دل على أن يعني بول الكلب وروث الكلب طاهر، كذلك شعر الكلب إذا مس الكلب يعني جسمك بشعره فهذا طاهر، هذا طاهر. أما لعابه فنجس لهذا الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7، أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. فيعني لهذا النص هذا الحديث دل على فقط اللعاب أنه نجس، دل على أن اللعاب نجس، يعني مثلا قال: طهور إناء أحدكم. أما غير اللعاب فليس هناك دليل على نجاسته، ليس هناك دليل على نجاسته. هكذا رجحه شيخنا عبد الرحمن ابن مرعي العدني رحمه الله تعالى، هكذا كان يرجح شيخنا عبد الرحمن ابن مرعي رحمه الله تعالى في باب بول وروث يعني الكلب، باب بول وروث يعني ما يتعلق ببول وروث الكلب، فيعني يقول أنه ليس بنجس لعدم الدليل. فإذا بال الكلب في الإناء هل يغسل 7 مرات؟ لا. إذا تغوط الكلب في الإناء هل يغسل 7 مرات؟ لا. لماذا؟ لأن الدليل جاء خاص بلعاب الكلب، وإن كان البول أقبح والروث أقبح، لكن لم يأتي دليل، لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال الكلب بل خص يعني لعابه إذا ولغ، أي يعني جاء يشرب يصير اللعاب في الإناء أن يغسله 7 مرات. وكيفية الغسل: أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، أولى هذه يعني الغسلات بالتراب، ولن يضع فيه تراب، يغسله في التراب، يضع فيه التراب، ثم بعد ذلك يغسله الأولى يعني الثانية غسل بالماء ثانية، ثم أيضا يغسله ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، ثم سادسة، ثم سابعة، 7 مرات يغسله 7 مرات. لهذا يعني الحديث يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، لهذا يعني الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7، أي 7 مرات. فيعني كيفية الغسل قلنا أن يضع أولا تراب في الإناء، ثم يعني يمر به على جميع يعني الإناء، ثم بعد ذلك يغسله بالماء. وكم العدد؟ 7 مرات. كم العدد؟ 7 مرات. إذا ولغ الكلب في الإناء ثم عاد مرة ثانية وولغ ولم يغسل، ثم عاد مرة ثالثة، كم يغسل؟ يغسل 7 مرات فقط، يغسل 7 مرات. إذا جاءت كلاب كثيرة 2 أو 3 وولغنا في إناء واحد، كم يغسل؟ 7 مرات فقط، لا يغسل عن كل كلب. يعني مثلا جاء 3 يعني كلاب تشرب من هذا الإناء، جاء الكلب الأول ثم الثاني ثم الثالث، كم يغسل؟ هل يغسل 21 مرة؟ 7 لا، 7 مرات، أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. طيب، بقية الحيوانات الصحيح أنها طاهرة، بقية الحيوانات طاهرة. والصحيح أيضا أن بولها وروثها طاهر،
صحيح أن بول جميع الحيوانات وروثها طاهر، سواء كان مما يؤكل لحمه مثل الذي يؤكل لحمه الغنم والبقر والإبل، أو كان مما لا يؤكل لحمه يعني الأسد، النمر، والحمار. الحمار أظنه ليس موجود عندكم، ما يوجد عندكم، في حديقة الحيوان موجود فقط، أما عندنا كثير. فهذا الصحيح، ومما كان يرجحه شيخنا عبد الرحمن ابن مرعي العدني رحمه الله تعالى، ما كان يرجحه أن يعني أبوال ويعني أرواث جميع الحيوانات طاهرة، ما يؤكل لحمه مما لا يؤكل لحمه. قال ما يؤكل لحمه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في مرابض الإبل، يعني حيث تجلس الإبل، وحيث تجلس الإبل تبول، وكذلك يعني تتغوط، تبول الإبل وتتغوط. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الإبل، فدل ذلك على أن البول طاهر والروث طاهر، وإلا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لابد يشترط في الصلاة أن يكون المكان طاهرا، يشترط في الصلاة أن يكون المكان طاهرا. فقلنا أما ما يؤكل لحمه فيعني كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض يعني الإبل. وأما ما لا يؤكل لحمه فيعني ليس هناك دليل، يقول ليس هناك دليل، الأصل في الأشياء الحل، الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأصل فيها الطهارة إلا ما دل الدليل فيعني أنها طاهرة، يعني ليس هناك دليل على أنها نجسة، فدل على أنه يعني طاهر، على أنها طاهرة. الأصل في الأشياء الطهارة، ولا نحكم يعني بنجاسة شيء إلا بالدليل، فيعني اسمه السؤر بقية الحيوانات لعاب، سؤر أي لعاب، إنما يأكل بقية الحيوانات غير الكلب طاهر لعدم وجود الدليل. حتى الخنزير سؤره الصحيح أنه طاهر ليس بنجس، لا يغسل الإناء، إذا أكل الخنزير من إناء لا يغسل 7 مرات مثل الكلب. لماذا؟ لعدم الدليل، والأصل في الأشياء الطهارة. أما لحم الخنزير فهو الله عز وجل حرم أكل لحم الخنزير، هذا لا يقتضي نجاسته. فالهر، القطة، عرفتم القطة محرم أكلها، وهل هي نجسة؟ ليست بنجسة. الحمار أيضا حرم أكله، هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. البغل هل هو يعني نجس؟ مع أنه محرم أكله، ليس بنجس. إذن فالصحيح أن جميع الحيوانات غير الكلب أن سؤرها ليس بنجس، وأيضا جميع الحيوانات حتى الكلب بولها وروثها طاهر، حتى الكلب. أما الكلب بحديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برش البول، برش الماء على أبوالها، ولم يأمر، فدل ذلك على أنها طاهرة. وهذا الذي كان يرجحه شيخنا عبد الرحمن
ابن مرعي العدني رحمه الله تعالى، هذا الذي كان يرجحه شيخنا عبد الرحمن ابن مرعي العدني رحمه الله تعالى. إذن هل هناك سؤال؟ هل يوجد سؤال؟ لا، خنزير صحيح أنه ليس بنجس. نعم، لحمه يعني لا يجوز أكله فإنه رجس، هو لحم خنزير. الله عز وجل قال أو لحم خنزير، ولم يقل أو خنزير، قال أو لحم خنزير فإنه رجس. فيعني اللحم لا يكون إلا بعد الموت، إلا بعد موته. وجاء حديث بريدة وفيه فكأنما يعني غمس يده في لحم خنزير ودمه، هذا يحصل بعد موته، موت الخنزير. والميتة نجسة، الميتة نجسة سواء كان مما يؤكل لحمه، يعني غنم أو بقر أو يعني إبل، إذا مات بغير ذبح، مات حتف أنفه، فإن هذا نجس لا يجوز أكله. مفهوم؟ فإن هذا نجس كغير جميع الحيوانات. جميع الحيوانات الميتة نجسة، حتى ولو كان مما يؤكل لحمه. نحن نأكل الغنم صح، لكن لابد أن يذبح، لابد. أما إذا لم يذبح، مات كبير مريض مات، لا يجوز أن يؤكل. أو يعني يغرق في الماء، مات بسبب الغرق، أو سقط من فوق ثم مات، هذا لا يجوز أن يؤكل، لا يجوز. أو صدمته سيارة موبيل مات، لا يجوز. بقر أو غنم أو إبل لا يجوز أكله، الميتة لا يجوز أكلها. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فقلنا أن يعني جميع الحيوانات غير الكلب سؤرها طاهر، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة. وأيضا قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. وحديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنما هي من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. يعني هذا إناء، هنا ولغ الكلب، يعني كان طعام أو ماء، جاء الكلب وأكل أو شرب، خلاص يرمى الذي في الداخل، ثم يوضع التراب. أول شيء يؤخذ تراب ويوضع، هذا الأصل، التراب يوضع التراب فيه، ثم يؤتى بالماء يغسل مرة، خلاص انتهى. مرة ثانية، إذن هذه تكون ثلاث صح، الأول التراب، ثم الثانية ماء، ثم الثالثة ماء، ثم الرابعة ماء، ثم الخامسة، ثم السادسة، هكذا تعد. مفهوم؟ هكذا يغسل، يعني الإناء يغسل 7 مرات. فيعني سؤر الكلب نجس لهذا الحديث، لا في الإناء فقط، لم يأتي في الملابس، مسألة الملابس ما جاء. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، لم يقل إذا وقع، يعني وقع سؤر الكلب في الثياب يغسل، يعني لأنها نجاسة يغسل، يعني هذا الثوب إذا كان لعاب الكلب. أما شعره كما تقدم هذا ليس في يعني من النجس، ليس من الأشياء النجسة، ليس من الأشياء النجسة. حتى قائد الكلب الصحيح أنه ليس بنجس. هذا إناء، هل يعني المسجد إناء؟
المسجد هل هو إناء؟ هل يوضع فيه الطعام ثم يؤكل مثل الصحن؟ كيف يغسله 7 مرات؟ ما يغسل المسجد، إلا يغسل إذا كان يعني فيه يعني من أجل الرائحة. هذا المساجد الآن أصبحت يعني مفروشة، يدخل الكلب في مسجد مفروش، يغسل لأجل الرائحة وينظف يعني غائطه. أما الصحيح أن بوله ليس بنجس، لكن يغسل من أجل الرائحة، يغسل حتى تذهب الرائحة، يؤتى بمعطر وصابون يغسل مكان ما. ليس المسجد كله، ليس المسجد كله. أنت تقول لهم هذا هل هذا إناء؟ عرفت؟ هل هذا إناء مثل الصحن الذي يأكل فيه الطلاب؟ أيوة. هل المسجد إناء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولق الكلب في إناء أحدكم، لم يقل إذا يعني ولق الكلب في المسجد. وابن عمر يقول كانت يعني الكلاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل المسجد وتقبل وتدبر وتبول وتتقوض في المسجد. قال ولم يؤمروا برش، يعني بوضع الماء، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي عندما بال في المسجد، صح؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريقوا على بوله سجلا من ماء، أتوا بماء ثم يعني ضعوه فوق البول من أجل يذهب البول، تذهب النجاسة، صح؟ يأتوا بماء ثم يغسل البول، يعني يوضع فوق البول، لأن البول سيدخل إلى الداخل، الماء يغسله إلى التحت. هذا لأن بول الآدمي نجس، بول الآدمي وغائطه نجس. يعني كانت الكلاب تدخل إلى المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل مكان بولها، كانت تبيت في المسجد. يعني في الليل المسجد ما في أبواب، تدخل إلى المسجد وتبيت في المسجد، يعني الكلاب تدخل تخرج. قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برش الماء على أبوالها. فهذا هو يعني بسبب الجهل، هذه مشكلة. إذا كان المسجد كبير مثل مسجد الاستقلال يغسلوه كله. إذا كان هذا يعني هم يغسلوا، لم يغسلوا من الخارج، صح؟ مشكلة هذا، كيف ما يغسلوا من الخارج؟ لابد هو إناء من الداخل ومن الخارج يغسل. هذا يعني بسبب الجهل، يعني بسبب الجهل يفعل مثل هذه الأشياء. الجهل يشق على الناس، يجعل الأشياء شاقة، لأنهم يأتوا بأشياء يظنوا أنها من الدين وليست يعني من الدين. الجهل بالدين يجعل العبد يفعل أشياء تشق عليه، ويجعل أشياء تضره هو. لذلك كثير ما يكرر يعني شيخنا عبد الله بن مرعي حفظه الله تعالى العدني هذه القاعدة، قال كثير ما يكرر، أنا أسمعه منها: الجاهل عدو نفسه. الجاهل يفعل أشياء يظن أنها لمصلحته وهي ضده. فهذا يعني يدلنا ويأمرنا على أن نتزود من العلم، أن نتزود من العلم يحثنا. وهذا يعني كما هو معروف آخر الزمان يقل العلم ويكثر الجهل، ويتصدر كثير من الجهال باب الفتوى، ويظهرون أنهم يعني مهتمون بأمر الأمة الإسلامية، أنهم هم حماة الدين، وهم جهال. وهذا كثير في هذا الزمان، كثير منهم خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإنترنت في اليوتيوب أو غيرها، يظهر أنه ناصر للأمة، والصحيح أنه يساعد الأعداء. الصحيح أنه يساعد الأعداء بسبب جهله، ما عنده علم. ثم يظهر، ورأيت يعني مقطع يعني يوتيوب في اليوم قبل المغرب، يعني أرسلوا رسالة في مجموعة عن واحد من الإخوان، من رؤساء الإخوان المسلمين، يعني يكتب عليه أنه فعل. أنا ما عرفت هذا، ثم نظرت إلى اسمه وبحثت عنه فرأيت المقطع، فإذا هو يظهر ماذا يفعل؟ يسب العلماء، علماء أهل السنة كلهم، العلماء كلهم، يشبههم يعني القمامة، يشبههم بأنهم علماء سلاطين، بل ويقول أنهم يعني عملاء للكفار،
والعياذ بالله، أنهم عملاء للكفار ويفتون الناس يعني بما يأمرهم به الكفار، ترامب وغيره. الله المستعان، يعني إلى هذا الحد يقول هذا الكلام. هذا لا يتفوه به مسلم، لا يقوله مسلم، فضلا عن أنه ينسب نفسه إلى العلم وليس بعالم. ثم يظهر في هذا الفيديو وهو يرقص، يأتي أنشودة فيها يعني موسيقى. النبي صلى الله عليه وسلم حرم، يعني أقوام لا يكونن في يعني آخر أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذا يستحل، يفعل كبيرة، ثم يظهر نفسه نحن يعني ننظر قضيتنا قضية أمة الإسلام، ما قضيته يريد يعني أن المسلمين لا بد أن يذهبوا إلى فلسطين ويحرروا فلسطين. طيب هذه مسألة فلسطين ما يعني لا يعني ليست مسألة اليوم أو أمس أو قد، من قديم، وهي كانت يعني محتلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت محتلة ثم حررها عمر بن الخطاب، ثم جاء الصليبيون واحتلوا بيت المقدس، ثم حرره صلاح الدين الأيوبي، ثم مكثت فترة، ثم يعني جاء اليهود أو يعني غيرهم. المهم الآن اليهود موجود. فهكذا من قبل عندما يضعف المسلمون يتسلط الأعداء على بلاد المسلمين. وما سبب ضعف المسلمين؟ الابتعاد عن الدين، ومن أسباب الابتعاد عن الدين الابتعاد عن العلماء الربانيين الذين يرشدون الناس بقال الله وقال رسوله. هذا المقطع يمكن 20 دقيقة ما يأتي بآية ولا بحديث، لا يأتي في هذا بمقطع بآية ولا بحديث، كلام فقط حماسة وعاطفة. ونحن نأخذ ديننا من أين؟ نأخذ ديننا؟ من القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. ليس نأخذ ديننا بقول فلان ونحن بحماسة أو بعاطفة أنهم فعلوا بالمسلمين لا بد أن نفعل. لا، ننظر هل هذا جائز أو غير جائز، ما الأمر الذي نفعله إذا حصل يعني ضعف المسلمين، وتسلط الأعداء على يعني بعض بلاد المسلمين. ما هو الواجب تجاه هذه الأمور؟ ماذا نفعل في شريعتنا ونحن ضعفاء لا نستطيع أن نواجه؟ ماذا نفعل؟ ماذا قال الله؟ ماذا قال الرسول؟ لا نقول نحن لابد أن نقاتل، لابد أن نفعل، لابد أن. هذا ليس من يعني طريقة ديننا، دين الإسلام، وليست من طريق المسلم مأمور إذا فعل شيء ما هو الدليل من القرآن أو من السنة، ماذا قال الله وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا فهم علماء أهل السنة، وماذا فهم الصحابة ومن بعدهم علماء السلف بفهم السلف كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. لن تنتصر أمة الإسلام ولن يعود لها العزة والرفعة والمكانة إلا بالتمسك بالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع منكم. حتى ماذا؟ حتى شعارات الله أكبر، النصر للإسلام، الموت لأمريكا، هكذا حتى نتكلم لابد أن ننصر، لابد أن نفعل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. نراجع أمر ديننا. كثير بل أكثر من هم في مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك أو في غيرها يقولون نحن ننصر الأقصى، صح؟ نحن نريد نحرر المسجد الأقصى، نريد أن نصلي في المسجد الأقصى. هذا كثير يفعله، صح؟ طيب هذا الذي تجده يسجل هذا المسجد الذي بجنب بيته ما يصلي فيه، أنت ما تصلي في المسجد الذي بجنب بيتك، كيف تريد أن تصلي في المسجد الأقصى؟ صحيح؟ إذن هذا يدل على جهل. أنت صحيح تريد أن تنصر المسجد الأقصى، حافظ على الصلوات، يقول أنتم يعني نحافظ على الصلاة ونترك، هذا هو المأمور. نحن مأمورون بماذا؟ نحن مأمورون أولا يعني لا نصلي ولا نصوم، نحرر بيت الأقصى، أو أول شيء نؤمر به الصلاة، أول شيء أننا نصلي. فإذا نحن تمسكنا بديننا سينصرنا الله، سنحرر بيت المقدس
الله عز وجل ماذا قال؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض يجعلهم خلفاء في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويأتي رجل يقول النصر نريد يعني نصرة الأقصى، نريد أن نحرر بيت الأقصى، وماذا يعمل؟ يذهب إلى القبور ويطوف، يا علواني يا بني يا اسمه يا جيلاني يا كيف تريد أنت تنصر مسجد الأقصى وأنت تشرك بالله؟ والله عز وجل يقول تعبدونني لا تشركون بي شيئا، تريد النصرة أعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهذا هو المطلوب منا، أننا نراجع أمر ديننا. كثير من المسلمين اليوم، كثير من المسلمين مفرطون في الصلاة، تأتي إلى المساجد ما أحد، قليل من يصلي في المسجد، وأكثرهم يعني وبعضهم لا يصلي بالكلية. يؤذن المؤذن وهو بجنب المسجد يعمل بجنب المسجد، يؤذن المؤذن وتقام الصلاة وهو يعمل. وفي الفيسبوك ما شاء الله عالم ناصر دين الإسلام. وهذا الرجل الذي في هذا المقطع في اليوتيوب حالق للحية ناصرة ويتكلم على العلماء وهو حالق للحيته. أنت أولا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لدين الإسلام، ثم تتكلم على علماء الأمة. هذا كثير في هذه الأيام. هؤلاء لا يعني نشك بأنهم مدسوسون عملاء لليهود والنصارى. هؤلاء يشك بأنهم عملاء لليهود والنصارى، يريدون أن يبعدوا المسلمين عن علمائهم، فإذا ابتعد المسلمون عن العلماء صاروا جهال وأخذهم الشيطان ولعب بهم الشيطان وتسلط عليهم الأعداء. لكن إذا كان المسلمون يرجعون إلى العلماء، وهذا هو الواجب على كل مسلم، علينا جميعا نرجع إلى العلماء، نأخذ بأقوال العلماء. هؤلاء العلماء الربانيون، هؤلاء العلماء علماء أهل السنة والجماعة. ثم يأتي يقرر هذا، يعني لا بأس نخرج من الدرس لكن هذا لأمر مهم. يأتي يقول في هذا أن هؤلاء علماء السلاطين ويقولون طاعة ولي الأمر، ثم يمثل هو الأصل يهاجم الدولة السعودية. هذا الرجل يعني يهاجم الدولة السعودية، حكام وعلماء، ثم يقول هؤلاء يقولون طاعة ولي الأمر، وإن جلدك وظهر وأخذ مالك. طيب من قال بوجوب طاعة ولي الأمر؟ الله عز وجل والنبي، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول إنكم ستلقون بعد أثاره وأمور تنكرونها. قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ هل قال لهم اخرجوا؟ قال لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا يستهزئ ويقول هؤلاء يقولون طاعة ولي الأمر، إن ضربك وأخذ مالك. طيب من يقول؟ هل هم العلماء؟ هل قال هؤلاء العلماء من عند أنفسهم أم بالدليل؟ بالدليل. ثم يقول وإن ضربك وأخذ مالك، يعني لا، ويعني لا تصبر، اخرج. هؤلاء يعني يتهمون هؤلاء العلماء، بل يتهمون جميع العلماء بهذا قولهم. الأئمة المتقدمين جميعا كانوا يقولون بهذا الأمر. فالذي يقرأ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقرر طاعة ولي الأمر، واجب طاعة ولي الأمر في كتبه في مؤلفاته. إذا الذي يقرأ في كلام الإمام أحمد يقول هذا الإمام أحمد يعني كان وزير في الدولة. هؤلاء يقولون هكذا، هذا يقول هكذا. هؤلاء الذين يقول طاعة ولي الأمر لهم مناصب في الدولة، لأن لهم مصالح في الدولة، يقولون طاعة ولي الأمر. طيب الإمام أحمد كان يقرر، إذا يقرأ في كتبه ويقرأ يعني في مؤلفاته، ماذا سيقول عن الإمام أحمد؟ الذي سيقرأ وما يعرف الإمام أحمد سيقول هذا وزير في الدولة، وما يعرف أن الإمام أحمد كان يجلد من الإمام، صح؟ يجلد، يضرب حتى كاد يموت ويسجن، بل كان أمير يعني من هؤلاء الأمراء يريد أن يقتله، ولكن دعا الإمام أحمد وما وصل إلى أحمد. جاء به من بغداد يريد أن يوصلوا إلى ذلك الأمير، فدعا الإمام أحمد في آخر الليل، وهم كانوا في الطريق، فجاء الخبر بأن الأمير قد مات، وإلا كان سيقتل الإمام أحمد. وقد قتل كثير من العلماء الذين
يعني لم يوافقوا قوله. فهذا الإمام أحمد ضرب، سجن، ومع ذلك يقول طاعة ولي الأمر واجبة. بل جاءوا إليه وهو في السجن جاءوا إليه، اجتمع الناس، كثير من الناس، قالوا يا إمام نخرج على الإمام، قال لا يجوز الخروج على ولي الأمر. طيب عذبك. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له يعني مؤلفات كثيرة، منها كتاب يعني السياسة الشرعية وغيرها، يقول فيها بطاعة ولي الأمر. أين كان شيخ الإسلام؟ سيقول هذا كان وزير في الدولة أو يعني محافظ أو غيره. في السجن أكثر وقت وهو في السجن، سجن يعني أكثر من 20 سنة وهو في السجن، مات وهو في السجن. يعني هؤلاء الأئمة أيضا كانوا علماء سلاطين. إذن من بقي من العلماء؟ ما أحد عندهم علماء. إذن فهؤلاء يشك أنهم مدسوسون على الإسلام، جاءت بهم يعني من مخابرات يهودية وغيرها. فينبغي ويجب على المسلم أن يتعلم دينه، ينبغي عليه ألا تأخذه حماسة ولا عاطفة، يأخذ المسلم بالدليل، يأخذ المسلم أمور دينه بالدليل. طاعة فعل كذا، ما هو الدليل؟ نحن نمشي على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، لا بحماسات ولا بعواطف. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.